بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم بقى من قناة واكلات ويومياتنا. اللي اول مرة يشوف فيديو ليا يا ريت يشترك وكمان يفعل الجرس كده عشان كل ما بعمل فيديو جديد يوصل لكم الاشعار بتاعه. يا صباح الجمال ويا صباح المشتريات. والنهارده بقى ايه؟ اول تسويقة بعد العيد. كل سنة وانتم طيبين. خلاص العيد خلص، بس السوق ما كانش قد كده النهارده، يعني كان في ناس كتير قوي ما جاتش والسوق كان فاضي كده، مش عارفه ليه. يعني في ناس كتير قوي، المفروض يعني ان قلنا السوق النوبات هيبقى كده مليان وفي حاجات كتير، بس يلا الحمد لله. النهارده ايه؟ جبت برضو شويه حاجات كده، في حاجات ما جبتهاش وفي حاجات عندي وفي حاجات صراحه ما عجبتنيش فما جبتش، فجبت شويه حاجات كده صغيره. يلا نشوف بقى، نخش الفيديو ونشوف جبنا ايه النهارده، ونسمي ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. اول حاجه جبتها الا وهي الطماطم. طبعا الطماطم الحمد لله رخصت النهارده، الكيلو ب20 جنيه. ما شاء الله زي ما انتم شايفينها كده، حلوه خالص وجميله وحمرا، وكمان هي مش كبيره قوي بس جامده وحلو. فانا جبت 2 كيلو كده، قلت ايه، لانه برضو بيقولوا هي الطماطم هتنزل، فجبت شويه. انا ركنته عندي في درج التلاجة. وجبت خضره. الخضره غاليه النهارده يا بنات، الرابطه ب5 جنيه. هي رخصة شوية عن قبل العيد، انا كنت جايبة رابطة واحدة قبل العيد كانت ب10 جنيه، فجبت اتنين. يمكن اعمل محشي اخليها عندي، يعني ايه، وجودها مش وحش. جبت بتنجان اسود، ما شاء الله جميل برضو، وكان في ما شاء الله احجام كبيرة. يعني انا حاولت ايه انقي الصغيرة، كان في ما شاء الله احجام كبيرة قوي، يعني واحدة ممكن او الاتنين ممكن يعملوا كيلو معاكي واكتر كمان. ده الكيلو ب10. جبت برضو حوالي كيلو ونص تقريبا. وجبت كيلو كده بتنجان صغير. والله بقى ممكن احشي، ممكن اقليه، ممكن اسلق اي حاجة. فقلت ايه، كيلو كده برضو كان ب15 الصبح، فاخدناه على 10 يعني. وجبت ورق عنب، برضو نبقى نحشي كده مرة ورق عنب. الربع ب15، يعني النص ب30. جبت برضو كده. فده برضو ايه، انا هغسله واسلقه واظبطه واعينه. وقت ما احتاج اقوم اطلعه من الفريزر، اسيبه يفك شويه وبعدين احشيه على طول. وجبت تاني بسم الله، جبت جزر. انا عندي كيسين بسله في الفريزر، فبس ما عنديش جزر. الجزر انا فرزته خلص. جبت نص كيلو كده، بصراحه الجزر ما كانش عاجبني قد كده، وده ب20 جنيه الكيلو. جبت النص ب10. جبت بس كده كام جزرايه، قلت ايه اقطعهم واعملهم مكعبات، احطهم في الفريزر وقت ما اعوز اطلع احط على كيس على البسله وشويه بطاطس، والحمد لله على كده. جبت بقى البنجر ده صراحه اول مره اشوفه، ما شاء الله هي الواحده ضخمه كده ما شاء الله يعني. فانا صراحه مش عارفه، يعني انا اول مره اجيب ده، هو بس بيقولوا طعمه حلو ومسكر. فانا جايباه صراحه يعني مش للطماطم ولا حاجه، انا بجيب البنجر دايما عشان اسلقه مع الطماطم، بيديها لون وبرده له قيمه غذائيه عاليه. فانا جبت ده هقشر واحده واسلقها واكلها. وزي ما قلت لكم بقى يا بنات، انا جبت ايه، البنجر ده قلت هعمله شرايح واسلقه واحط عليه معلقه مثلا عسل وخلاص، او ممكن اكله كده. والاناناس زي ما انا قلت لكم جبت الكيلو ب20 جنيه. جبت 2 كده برضو اسقعهم ونحطهم في التلاجة، بيبقى حلو قوي بالليل كده وانتوا قاعدين يرطب على قلوبكم. دي كانت مشتريات النهارده، وده كان الفيديو بتاعي، فيديو كده بسيط وسهل ولذيذ. يا رب يكون عجبكم، يا رب كمان ما يكونش تقيل على قلوبكم. ما تنسوش من دعوه حلوه من قلوبكم، وكمان الاشتراك، وكمان شيروا الفيديو. واشوفكم على خير، فيديو جديد ومشتريات جديده وكمان فيديوهات جديده. مع السلامه.